أحلى هدية وأحلى تحفة من الله عز وجل هي سكرات الموت للمؤمن. أروع راحة. من نحكي عن القبر رأسا نجي إلى حيات القبر وعذاب القبر، ظلمة القبر وضغطة القبر. سكرات الموت قرض مقاريض نشر بالمناشير أهون من سكرة من سكرات الموت. على شنو هالرعب هذا؟ على شنو هالأساس؟ العلاقة قائمة على أساس الخوف. وإذا اجينا إلى حساب القبر اجاني الله يعوذنا ويجيرنا من منكر ونكير. ومن وين جبنا منكر ونكير احنا؟ منو قال لك يجيك منكر ونكير؟ والله العظيم أوقات أسايل وأحكي أصلا ما حد يدري عن مبشر وبشير. استغفر الله وحاشاك، يعني أنت منافق. فذاك يابا منكر ونكير للمنافقين، ذاك للفجار وللعصاة، ذاك للكفار. أنت ايش دخلك بمنكر ونكير؟ حتى قلت لك ثقافتنا المنبرية أيضا صارت رعب وخوف، منكر ونكير وحساب ومحاسب. ضربه بقمع من حديد لو أن الناس سمعوا صرخته. على شنو؟ وين الحب مع الله تبارك وتعالى؟ وين الأمل؟ أين قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء؟ أساس العلاقة كلها قلبناها. بدل ما نخاطب الطفل من طفولته ابني صلي الله يحبك أكثر يوديك الجنة، ابني أطع والديك الله يحبك يوديك الجنة، ابني لا تغش ترى الله يحبك إذا كنت أمينا، كن أمينا في معاملاتك، ابني كن أمينا لا تأخذ شيء من غير حقك الله يحبك لما تكون أمين يوديك الجنة. نسينا الجنة وقلبنا المفهوم تماما إلى عقوبة فقط، في حين أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وهل الدين إلا الحب؟ حب. وين راح الحب يا جماعة؟ أين الحب؟